اصل ماما انا اتاخرت على المحاضره، لازم اكل بسرعه. ربنا يوفقك يا حنان يا بنتي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا حنون. بقول لكم ايه، انتوا عارفين طبعا اهل مراتي جايين النهارده، ممكن حضرتك تتاخر شويه وما تنزلش بالليل غير اما تقابلهم؟ ممكن طبعا، بس على الله بقى هم ما يتاخروش. وانت يا حنان؟ يا ده يا ابني تلعب حنان، حنان دي حياتي روحي، وبعدين هتنزل تروح فين؟ ما قاعده بالذات. راح سلم يا اخويا. نعم. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ اللي قول لي بقى، هي الزياره دي يعني ليها سبب ولا كده يعني؟ الله اعلم يا اختي. باي باي. خدني معاك يا ابني هستناك تحت. وانت يا حنان ايه يا بابا؟ جايه معانا؟ لا يا بابا، انا قدامي شويه حاجات كده لسه عايزه اوضبها. ماشي. شوف يا اخويا البنت اللي بتقول مستعجله. لا دي حنة دي حياتي وروحي وقلبي. خدي راحتك يا حنة، سيبيها على راحتها. دوكا بيات يا حنة. دوكا يا حبيبي. حنة حبيبي. مع السلامه يا حاج. انا مش عارفه ايه اللي مسربعه على الجوازه دي. ما كان يستنى لغايه ما تجيله واحده تنطقه. يعني ايه واحده تنطقه يا بنتي؟ يعني واحده مريشه يا ماما. ولا هو بقى عايز يتجوز واحده عشان هما الاتنين يشحتوا سوا؟ يظهر انه مؤمن قوي بمبدأ خدوهم فقر يغنيكم الله. وده مثل وحش برضو يا بنتي، حرام عليكي. شوفي يا ماما يا حبيبتي، الفقير لازم يتجوز غنيه، والغنيه لازم تتجوز فقير، هو ده العدل. والغنيه دي بقى ان شاء الله هتاخد اخوكي ده على ايه؟ على عبطه ولا على هبله؟ لا يا ماما لا، على جماله، على شياكته، على شعره. واذا كان بقى هي يا بنتي عندها واحد من توبها وفيه كل المواصفات دي، هتعمل ايه؟ طب ايه يا ماما وجلاليب ايه بس؟ الانسان ما بتجيلوش الفرصه غير مره واحده بس، لو ما عرفش ينتهزها صح عمرها ما هتجيله تاني. فرصه ايه وانت هزيت ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. انا قصدي يا ماما انه لو كان يستنى لغايه ما تجيله الفرصه لحد عنده، كان زمانه لقى فرصه تطلعه لفوق، بدل ما هو عايز ينزل تحت في البدروم. ساعتها بقى لازم يركب اسانسير. اسانسير؟ اسانسير ايه يا بنتي اذا كان بيتنا اصلا ما فيهوش اسانسير؟ شفتي اديكي قلتي ما فيهوش اسانسير، يبقى كان يستنى لغايه ما يركب له. طب يا بنتي اخوكي هيجيب فلوس منين؟ اديكي قلتيها يا ماما، يجيب الفلوس لما الفرصه تجيله لحد عنده، ساعتها يقدر يجيب كل اللي هو نفسه فيه، العربيه والاسانسير والعزبه وكل اللي بيتمناه. اساليني انا ولا اقولك، ولا تساليني بقى ولا اسالك؟ انا همشي خلاص، باي باي. والنبي ما انا فاهمه حاجه، هي بتقول ايه؟ بس برضو العلم بيفتح المخ. بنتي مكتوب كتابها بقالها 4 سنين دلوقتي. يا عمي الشقه اللي انا بجهزها في مساكن العرايس لسه ما خلصتش. احنا قلنا يعيشوا معانا هنا، قلتوا لا. لا والف لا، بنتي لازم لها شقه لوحدها. ايه بس ما تصلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. اهدى بس كده يا عمي، الكلام اخده وعطا. وبعدين دي ظروف الدنيا كلها يا عمي. ظروف الدنيا دي كلها اسيبها واخلي بنتي قاعده جنب مني؟ اسكت خالص؟ ان شاء الله هتتحل. تتحل ازاي؟ فهمني. طب ما تاخدهم يا عمي يعيشوا معاكم. يعيشوا معانا فين يا بنتي؟ انا الشقه كلها عندي قد كده، بتحرك فيها بالعافيه. وده ما كانش اتفقنا. والله ادي الله وادي حكمته، مش بدل ما تقعد 4 سنين كمان. يا ريت تريحي نفسك وتسكتي شويه. لا واسكت ليه؟ وده مش اخويا برضو؟ وده مش جوزي برضه؟ انا ما قلتش لا. ما تسكتي يا حنان. واسكت انا ليه؟ واشمعنى انا اللي خلاص؟ ما تكونش هي اللي خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله، هو العريس وانا العروسه وبنناقش حياتنا. اسكت انا ازاي يعني؟ وتتكلمي انت ليه يعني؟ مش كده يا بنتي، ما تزعليش قوي كده. حنان قصدها المصلحه. مصلحه اخوها طبعا. ها؟ امال مصلحتي انا؟ الله، ما هي المصلحه واحده، هو انت هتتجوزي واحد تاني؟ تصدقي بقى انا غلطانه فعلا ان انا قعدت في القعده دي، عن اذنكم. يا سلام يا سلام، دي عصبيه قوي، وانا كمان زيها واكتر. ده كده نعمل قفله. لا قدر الله يا علي. طولي بالك يا بنتي. حاضر، طولت بالي. سكت. اهو اتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه يا بنتي؟ الكلام عندهم هم. كله هيتحل ان شاء الله، نقول يا رب. ناقف وجودي. انا غلطانه اني بتدخل في مصلحه واحده زيك. انا مالي؟ ما اللي يتجوز يتجوز، واللي يتطلق يتطلق. اوام عملتيها طلاق؟ لا بجد ما شفتش واحده في حياتي حقوده زيك. حقوده؟ انا حقوده. اصل انا نفسي اتجوز، انا لسه ما اتجوزتش. ولا اقول لك نفسي اتجوز سي عمر. ما انا خلاص عجبت المحروس اخوكي. ليه؟ هو لو عمر فكر يتجوز واحده زيك انتي؟
صدقي بالله انت قللت الادب. لما ابقى اموت تبقى تمد ايدك على اختك. انا قدامك اهو حي ارزق، فاهم ولا لا؟ انا متاسف يابا، غصب عني. ربنا يديك طولة العمر. ربنا يخليك لي يابا، وما يحرمنيش منك ابدا. مساء الخير. مساء الخير يا بنتي، مساء الخير. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتي. قلت لمين ان انت رايحه عيد ميلاد؟ عيد ميلاد بقى، جه كده فجأة. فجأة مع الواد الصايع بتاعك حصلت يجي يوصلك بعربيته لحد باب البيت بعد نص الليل. مش احسن ما يسيبني لوحدي اقعد اتمرمط في التكاسي لوحدي؟ يا سلام، شوف يا اخويا عم بتتكلم عادي ولا كأنها غلطانة. والنبي تسكتي انت شوية. اسكت على ايه؟ اسكت على غلطك؟ ما هو هيجي يا حبيبتي على دماغي انا واخوكي. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ كنت شايفاني جالكم الكباريه ولا داخله في ايد البوليس؟ الحق الحق الحق، اختك عايزه توصلها لكده. بقول لك ايه، اشكمها، اديها على دماغها. الصنف ده اللي يسكت له يتيح. بقول لك ايه، تعرفي تسكتي انت خالص وتسيبيني انا واخويا نتصافى سوا؟ اسكت انت عليا، انا هتكلم معاه. يا سلام يا اخويا، ما انت بتيجي الحاجه عندها وتنخ. انا بجد مش فاهماكي. انت ما بتصدقي تشبعي الجنازه وتقعدي تلطمي؟ انا مش فاهماكي. انت بتشتغلي قبل كده ايه، معدده؟ صدقي بقى انت بنتي قللت الادب. عيب عليا. عيب يا هليه، هو ده يا حبيبي اللي ربنا قدرك عليه. طب مد ايدك، اتشجع، اديها قلمين يعدلوها ويفوقوها. لا معلش، القلمين دول للي زيك يا حبيبتي، اللي كله غل وسواد وبلاك. اخرسي يا بنت، فاهمه؟ لا، محدش يقول لي خراسي. محدش يقول لي خراسي خالص. انا هنا قاعده في بيت ابويا، واللي هيقول لي كلمه واحده هرد عليه ب10. ابويا حسه لسه في الدنيا ومحدش له كلمه عليا. واللي هيقعد هنا في بيتي باحترامه اهلا وسهلا. اللي هيقول لي كلمه ما تعجبنيش الباب يفوت جمل. خلاص يا حنان يا بنتي، حرام عليك. ما هو فعلا خلاص خلص عيشي من البيت ده. سايبها لكم وغيره من هنا. استهدى انت بس. بس يا اخويا، بدل ما تحوشني يا حبيبي حوش اختك اللي طايحه فينا. اوعى. انت بنت عديمة التربيه. لا معلش، احب افكرك ان اللي مربيني هو اللي مربيك. انت غلطانه يا حنان يا بنتي. انا فعلا يا ماما غلطانه لاني اتاخرت، لكن مش غلطانه في اي حاجه قلتها لها. حمشي يعني حمشي. استني بقى الصباح رباح. بلا رباح بلا مش رباح، مفيش رباح يا حبيبي طول ما انا هنا في البيت ده في وسطيكوا. حمشي يعني حمشي. يا رب يا حبيبتي تعمليها وتصدق. يا عليا اهدي كده وهدي اعصابك سلامتك يا حبيبي يا رب. حبيبي يا ايمان، تعبان دخلي جوه. تعبان قوي. ما تشر عليك. الحمد لله الحمد لله. روحوا. في ايه يا بنتي؟ مالك؟ ليش يا ماما؟ بقول ان له في ذلك حاجه. مش فاهمه حاجه. عارفه يا ماما، عارفه الراجل اللي وصل بابا لحد هنا يبقى مين؟ يبقى مين؟ يبقى سامح بيه، ابو عمر اللي جه هنا عشان يخطبني. ما قلتلكش؟ مش بعتولي الجواب بتاع الشقه بيقولوا فيه ان احنا هنستلم الشقه في بحر شهر من دلوقتي؟ مبروك يا حبيبي، عقبال ما اشوف ولادك. في حياتك ياما. وعقبال ابو سالم بقى لما يشوف احفاده كده وهم بيتنططوا على كتافه وبيقولوا جدو يا جدو. اتفضلي يا ماما. منين دول يا حنان؟ من عمر اللي ما كانش عاجبكم وما كنتوش موافقين عليه. اهو هو بس لوحده اللي واقف جنبنا، هو وابوه. ربنا ما يحوجنا لحد ابدا.